في معمل للخياطة، يعني هذا المعمل كان يشتغلون به نساء ورجال بنفس الوقت. أما كان يعني مثل ما احنا نقول، ما نقول أجورهم، نقول رواتبهم، رواتب النساء أقل من رواتب الرجال. فوقفوا النساء قالوا احنا يعني لازم نوقف ضد هذا الظلم يلي يصير للنساء. بعدين عملوا إضراب عن الطعام، هاي أول خطوة خطوا بها النساء، وهاي يعني الخطوة يعني كانت قوية وجريئة بالنسبة يعني للمرأة، كانت ضعيفة ومستعبدة من قبل الرجل والسلطة بنفس الوقت. يعني بهذا الوقت النساء بعد ما عملوا يعني الرجال والسلطة اتفقوا على أنهم يخلصون من هاي النساء لحتى أن ما ينشرون هذا الفكر أكثر. يعني قاموا بحرق هذا المصنع. وقت ما حرقوا هذا المصنع 129 مرأة يعني احترقوا وماتوا. وهاي الخطوة يعني كانت هاي خطوة جريئة من المرأة. يعني هذا اليوم يعني حتى أن القائد يقول هذا اليوم ما نسميه يوم حزن، هذا اليوم نسميه يعني يوم فرح، لأن المرأة يعني قامت تظهر هويتها، المرأة يعني صارت يعني تدور عن حريتها. يعني وهذا اليوم يعني صار باليوم العالمي والمرأة تحتفل به، والقائد قال مو إن يوم 8 آذار المرأة لازم تحتفل بهذا اليوم، يعني كل يوم عند المرأة لازم يكون عندها هذا اليوم يسمى بيوم 8 من آذار، لأن هذا اليوم يعني يظهر المرأة على قوتها وشجاعتها ونضالها. عيد المرأة 8 آذار ونحتفل كل عيد المرأة، نحتفل بهذا الاحتفال ونتشرف به ونعتز به ونعتز ونهني جميع الأمهات والأخوات بكل دول العالم، وأخواتنا الإزيدية وأخواتنا العرب، ولأن المجاهدات وقويات ولا يخافوا من أي شيء. الحرمة لازم تكون قوية أقوى من الرجل، تقاوم بالمقاومة، بالسلاح، بالكلام، بالطلعة، بالرعاية، كل شيء لازم الحرمة تكون قوية. ونوجه جميع الحريم المجلس والغير المجلس والأمهات والأخوات كلهم في حديقة القائد أبو قائد نحتفل بذاك اليوم العظيم. يوم المرأة العالمي في كل عام في بداية شهر الربيع تحتفل جميع نساء العالم وبالأخص نساء الثورة والمناضلة الأبوتشية بيوم 8 من آذار، هو ميراث مقاومة المرأة أمام الذهنية الذكورية والسلطوية. هذا يوم عالمي تحتفل به بشكل خاص من قبل جميع القوميات والمجتمعات الأخرى. يوم 8 من آذار لها ومكانة تاريخية طويلة، وهذا تاريخ مليء بالآلام، مصاعب القتل والظلم ومقاومة المرأة وتضحياتها. كانت هذه نقطة مهمة في تاريخ مقاومة المرأة، لأن حقوق المرأة كانت تسلب وتخترق. يمكننا قول بأنها كان النموذج والمثل الأول في تاريخ المرأة المنظمة، ولكي لا تنتصر نضال المرأة قاموا بإغلاق أبواب المعمل وحاصرتها من قبل الشرطة الأمريكية، وبعدها قاموا بإضرام النار كبيرة في المعمل من أجل حرق جميع النساء فيها وهن أحياء. وفي ذلك الوقت بسبب محاصرة الشرطة المعمل لم تستطيع النساء إنقاذ أنفسهن من نار وفقدان 129 امرأة حياتها. كان في عام 1972 حيث تم تنظيم منظمة كبيرة تحت اسم حركة الآذار في منظمة سيدينيا. أعلنت الأمم المتحدة ل10 سنوات ما بين عام 1975 1985 على أنها 10 سنوات للمرأة. الأمم المتحدة في 16 كانون الثاني عام 1977 تم إعلان يوم 8 من آذار على أنه يوم المرأة العالمي، وهكذا تم الاحتفال به. وبعد الدول التي ضمن الأمم المتحدة أيضا قامت بقبول يوم 8 من آذار يكون يوم المرأة العالمي. 8 من آذار في كردستان بمئات من بككة في كردستان لأول مرة تم تنظيم حركة لتجدد المرأة بطليعة النساء الكرديات الإزيديات التركية العربية انضمت للثورة المطالبة بالحرية وأخذ مكانهن في جميع ميادين النضال في جبال كردستان. حاربنا المرأة المناضلة ضد الدولة الفاشية التركية وسطرت بالآلاف من أساطير البطولة. المقاومة المرأة الثورية لم تكن فقط أمام المحتلين في كردستان، بل كانت أمام جميع الذهنيات المجتمع السلطوية الذي لا يعطى للمرأة حقوقها في الحياة حرة. احنا كشبيبة عربية كمجلس مرأة عملنا اليوم اجتماع عمود الظلم للمرأة، يعني مو 8 آذار بس اريد ان نحتفل، هذا اريد حرية المرأة، واريد يعني مو بس اني حروب، هذا يعني اريد كل شيء يعني الزين باليوم هذا اليوم العالمي. نهني هذا اليوم على النساء العالمي، للمرأة اليزيدية، للمرأة العربية،